اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. النهارده هنجاوب على سؤال بيتكرر كتير من الامهات، وهو هل طول ابني طبيعي ولا لا؟ موضوع الطول والنمو دايما بيخوف اي ام، خصوصا لو بتقارن طفلها باطفال تانيين. عشان كده في الفيديو ده هنقول الطول المناسب للاطفال، سواء كان عندك ولد او بنت، من اول يوم ولاده لحد ما يتموا 5 سنين، عشان تبقي مطمنه ان نمو طفلك طبيعي. اول حاجه هنتكلم عن الطول من اول يوم لحد سنه. عند الولاده متوسط الطول للاولاد بيكون حوالي 50 سم، ومتوسط الطول للبنات بيكون حوالي 49 سم، ولما يتموا 6 شهور متوسط الطول عند الأولاد بيكون 67 سم، ومتوسط الطول عند البنات بيكون 65 سم تقريبا. لما بيتموا سنة بيكون متوسط الطول عند الأولاد حوالي 76 سم، أما بالنسبة للبنات بيكون متوسط الطول حوالي 74 سم. وخلي بالك في السنة الأولى الطفل بيزيد في الطول حوالي 25 سم، وده أسرع معدل نمو في حياته كلها. لما بقى طفلك يتم سنتين بيكون متوسط الطول عند الأولاد حوالي 87 سم، متوسط الطول عند البنات حوالي 85 سم. أما بقى في السنة الثالثة بيكون متوسط الطول عند الأولاد 96 سم، أما بالنسبة للبنات بيكون متوسط الطول عندهم 95 سم. لما يتموا 4 سنين متوسط الطول عند الأولاد بيكون 103 سم، أما بالنسبة للبنات بيكون 102 سم. لما بيتموا 5 سنين متوسط الطول عند الأولاد بيكون 109 سم، أما بالنسبة للبنات بيكون 108 سم. وفي كم ملحوظة مهمة ليكي، الأرقام دي متوسطات من جداول منظمة الصحة العالمية، يعني ممكن يزيد أو يقل بحوالي 2 ل 3 سم ومفيش أي مشكلة. أهم حاجة إن الطفل بيزيد في الطول بشكل منتظم كل سنة، ولو لاحظت إن الطفل واقف عند نفس الطول لفترة طويلة أو طوله أقل بكتير من الطبيعي، هنا لازم تراجع دكتور أطفال. وما تنسيش إن التغذية السليمة والنوم الكويس والرياضة البسيطة زي الجري واللعب والسباحة بيأثروا جدا على النمو. وفي النهاية افتكري دايما إن كل طفل ليه سرعة نمو مختلفة، وما تقارنهوش أبدا بغيره. الأرقام دي مجرد دليل يخليكي مطمنة إن ابنك أو بنتك ماشيين في الطبيعي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل النصايح الجديدة، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.